طريفه واحده اخرى هادي راه استغلت، راكم تشوفوني راني نتمشى ونهضر، استغلت هذا الفيديو هذا، درت غندير واحد زوج فيديوهات ولا ثلاثه باش نقسمهم، باش كل واحد فيديو يكون وحده. الطريفه الجميله والرائعه هي في عين عرايس ثاني، في المديه، ولايه المديه في عين عرايس. كنت كاري عند ماشي كنت كاري، ما كاريش، كنت داير في بالي راني كاري. بصح نعاود لكم طريف، شوفوا ثاني واش صرا، نعاود لكم ثاني حاجه واحده اخرى باش تعرفوا بلي الشعب الجزائري لا مثيل له. كنت كاري في المديه، ما كنت ساكن في المديه في عين عرايس. خرجت من عند مول الدار هذاك اللي كنت نخدم عنده، كان حاب يسكن، وقال لي محمد شوف الا كاين وين تروح، راني حاب نسكن وولادي راهم غير كاري كذا هادي منا. المهم واحد صاحبي قال لي ودي روح عندنا للدار، راهي عندنا دار خاويه فارغه، يسكنوا في نفس البلاصه، الدار تاعهم من الجهه الاخرى والدار، وعندهم مراح واحد كولوار واحد. والله غير سكنت معاهم، عطاوني شومبرا كذا، سكنت معاهم واحد المده تاع شهرين، مالك شهرين. من بعد قالوا لي محمد اختي راهي عندها مشاكل في دارها كذا، الا حبيتك الا كان كيفاش تلقى وين تروح ولا تدبر راسك ولا. المهم علموني واحد المده، ما عليهمش، داروا فيا خير الله يجازيهم بالخير. نهار اللي جيت خارج خاوتي حبيت نخلص الكرا، سمحوا لي كنهضر باللهجه الجزائريه باش الجزائريين يتاكدوا بانني كنت في الجزائر. الا قلت لكم كنت في الجزائر ماشي غير راني نتقاعد بكم، ولا كنت خدام في الجزائر وسنين. وبالك من اللهجه تاعي واحد الوقت كانوا يقولوا لي انت ماكش مروكي، اقسم بالله. وكاينين اللي غيشاهدوا هذا الفيديو غيعرفوا، غادي يتعرفوا عليا. المهم فاش جيت خارج قلت له خويا شحال راك تاني، اقسم بالله ما شفيت على السميه ديالو الولد هذا، والله ما شفيت على الاسم تاعو. قلت له خويا العزيز شحال راك تسالني في الكراه؟ قال لي ودي روح ما تقعدش بيا، روح محمد حنا خوت، والله العظيم خوتي اقسم لكم بالله. من بعد كي جيت خارج، هذه الطريفه اللي خاصكم تركزوا عليها، كي جيت خارج حنا عندنا في المروك كتحترم الانسان، تحب له يدو وراسو، وهذه معلومه باش الجزائريين يعرفوها. كيقولوا لنا تحبوا اليدين وكذا، حنا حبان اليدين عندنا في الدم، عندنا في الاصل، عندنا في التربيه تاعنا. الواحد كي تحس به يعني مثلا مقام كبير عليك، بالاخص اذا كان ماليك صاحبي ماليك. انا متاكد انا ما كتعرف الشعب الجزائري ما غاديش يعرف شنو هي معنى مالك، وما غاديش يعرف الحب ديال الملك كيفاش كنحسوا حنا بالحب ديال الملك ديالنا. راه كاينه معاناه في البلاد، راه انا مني وجبد، انا كنعاني في هذه البلاد من بزاف ديال الحوايج، ولكن الملك اخوتي عنده حب خاص كنحبوها صاحبي، خلاوه لينا والدينا في الدم، خلاوه لينا جدودنا، محبه خاصه للملك ما تقدرش تغيرها، ما تقدرش. ما تلقاش عندنا واحد في المروك كيكره الملك، ماشي خايف ولا خايف يقبضوه ولا يحكموه، لا حنكم هذيك ديال 2025 ما كاينش اللي كيخاف من الملك ولا كذا، ولا كيحبوه كيحترموه. جلالة الملك عندنا شي حاجة عظيمة، عندنا شي حاجة كبيرة ما تفهموهاش. معليش نرجعوا للموضوع تاعنا. ملي جيت خارج قلت له عيط لي على يماك، حاب نشوفها باش يعني نتصيفط معاها، نقول لها ربي يعاونك ونشكرها وكذا. خرجت يماه، انا كي حبيت نخرج شديت لها يدها، بست لها على يدها كاحترام، هذه موالفينها عندنا في المروك، عندنا وين ما تروح، والمغاربه كاع شاهدين على كلامي، عندنا الاحترام، كي تبوس لواحد يدو راسو راك زعما راك عليتو فوق راسك. كي حبيت لها يدها ولادها بداو يضحكوا عليا، يا محمد قال لك ولفتوا هذه الحبه اليدين، ولفتوها قال لك راه عندكم. قلت له يا صاحبي عندنا في الدم، قلت له حنا اللي نحترموها كنديروا معاه، حنا يعني الانسان اللي نحترموه واللي نحسوا به، يعني انسان كبير علينا ولا مراه كبيره كي تحب تبين لها الاحترام تاعك والاخلاق تاعك، تحب لها يدها وراسها. اوكي هذه معلومه بارطاجيوها باش حتى الجزائريين يعرفوا بان حنا عندنا تقبيل اليد من الاخلاق ومن صفات المغاربه الاحرار. السلام عليكم.